في عربيات اتقدمت في السوق المصري وكانت بتقدم مواصفات كويسة جدا لكنها اتظلمت وسط المنافسين. والظلم ده ممكن يكون بسبب ان الناس اخدت فكرة وحشة عن العربية، او ان الوكيل مهتمش بتسويق العربية بشكل كويس، او ممكن يكون لاسباب تانية. المهم ان في الفيديو ده هنتكلم عن سكودا كاروك، واحدة من العربيات اللي اتظلمت في السوق المصري. ولو عجبك الفيديو ممكن نعمل سلسلة بكل العربيات اللي اتظلمت. المهم ما تنساش تدوس على اللايك وتشترك في القناة. سكودا كاروك كانت جاية عشان تنافس اتنين من عمالقة الفئة دي، وهم هيونداي توسان وكيا سبورتج، أكتر عربيتين كروس أوفر حققوا مبيعات في مصر. وكاروك كانت جاية عشان تمسك العصاية من النص، بمعنى إن أنت لو بصيت على سبورتج هتلاقيها بتيجي بموتور تنفس طبيعي 1600 سي سي بيخرج 132 حصان، أو في رواية تانية بيخرج 140 حصان وعزم 164 نيوتن متر. وطبعا المنظومة دي متواضعة جدا على عربية بحجم كيا سبورتج. وفي بعض الأوقات كنت هتحس إن المنظومة دي مهجزة معاك، لأن كمان العربية وزنها ما كانش خفيف. ولو حبيت تجيب موتور أكتر قوة كنت هتروح لتوسان تيربو، موتور 1600 سي سي لكنه كان بيخرج 179 حصان و265 نيوتن متر عزم، لكنه كان متوصل بفتيس دول كلاتش جاف، وناس كتير كانت بتقلق من الفتيس ده. وبرضه سكودا كاروك أول تقديم ليها كانت برضه بتتقدم بفتيس دي اس جي، والناس كانت برضه بتقلق منه، لكنه كان اعتمادي أكتر من الفتيس اللي كان موجود في توسان. لكن في 2020 كاروك اتقدمت بموتور 1400 سي سي تربو بقوة 150 حصان و250 نيوتن متر عزم، لكن المرة دي مع فتيس اوتوماتيك عادي من 8 سرعات من شركة ايسن اليابانية، عشان تقدم لك منظومة اعتمادية وكمان موفرة. في الوقت ده انت كنت هتركب عربية اوروبي بتديك اداء كويس جدا بالنسبة للمنافسين، وبتديك اعتمادية كبيرة وكمان اقل في استهلاك الوقود، وكمان كانت بتديك عوامل امان كاملة في جميع الفئات، على عكس العربيات الكوري اللي كانت وقتها بتديك عوامل الأمان كأنها أوبشن في العربية. كل ما هتزود فلوس كل ما تاخد عوامل أمان أكتر. وكمان العربية ما تخلتش عن التجهيزات، لأنها من أول فئة كانت بتقدم لك فتحة سقف بانوراما ومرايات كهرباء وشاشة عدادات ديجيتال وشاشة ترفيه 8 بوصة بتدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، واكيد طبعا بلوتوث ويو اس بي، وكمان مفتاح بصمه وستارت ستوب انجن وفوانيس خلفيه ال اي دي وطاره مالتي ومثبت سرعه، زائد عوامل الامان الكامله القياسيه في جميع الفئات. وفي الوقت ده في سنه 2020 كاروك كانت بتقدم بثلاث فئات. امبيشن كانت بسعر 500 ألف، وستايل وسبورت لاين كانوا بسعر 275 ألف جنيه. والأسعار دي كانت قريبة جدا من توسان وسبورتج. ايوه هتفق معاك ان اسعار صيانتها كانت اغلى نسبيا لكن مش بالشكل الفظيع، وهتفق معاك برضو ان قطع الغيار كانت اغلى شوية لكنها كانت برضو متقاربة مع العربيات الكوري اللي قطع الغيار بتاعتها اسعارها في الوقت ده ما كانتش رخيصة برضو. وهنا كلامي على التوسان وسبورتج. ومن موديل 2020 لسكودا كاروك فهي كانت فعلا عربية ماسكة العصاية من النص، عربية أوروبي بتديك أداء كويس جدا مع توفير في استهلاك الوقود مع اعتمادية للموتور والفتيس، بتديك كل عوامل الأمان قياسية، بتديك كل التجهيزات اللي بتدور عليها أو اللي أنت محتاجها. بتاخد عربية تكاد تكون هي الأكمل والكمال لله وحده طبعا، لكنها كانت عربية مميزة جدا في الفئة دي وفي الوقت ده، وكانت قيمة حقيقية مقابل السعر. لكن في الوقت الحالي اللي بكلمك فيه للأسف ما بقاش فيه عربية بتديلك قيمة مقابل سعر، ولا الأسعار اللي موجودة ولا اللي انت بتسمعها تستحق انها تدفع في العربيات دي. ولو وصلت معايا لحد هنا ولسه مكمل الفيديو فخليني اقولك حاجتين. اول حاجة شكرا ليك، تاني حاجة خليني اسألك تفتكر ايه السبب اللي خلى كاروك ما تنتشرش بشكل كبير من وجهة نظرك؟ المهم لو عجبك الفيديو قولنا في الكومنتات عشان نكمل ونعمل سلسلة لكل العربيات اللي اتظلمت واللي كانت تستحق انها تنتشر بشكل اكبر. وما تنساش لايك وشير واشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة ودمتم بخير يا رب.